السلام عليكم. طبعا في حالة لو انت بتسمع نظريات عن أفلام، ففي الغالب بتكون متحمس للي جاي وعايز تعرف أكتر عن الفيلم ده، طبعا بدون حرق. ولكن في الفيديو اللي جايين نتكلم عليه النهاردة بالنسبة للنظريات اللي طلعت حوالين فيلم فلاش، فالنظريات دي مش بتبشر بالخير أبدا. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن الشكل الأقرب لفيلم فلاش، وربنا يستر. فما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو ده تتأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض نظريات ما تحبش تسمعها. طيب بالنسبة للنظرية اللي هنتكلم عليها النهاردة، هي مركزة على باتمان مايكل كيتن. واللي هيحصل في الفيلم ده إن بين أفليك هيكون موجود في أول بس جزء من الفيلم، الجزء اللي هيكون فيه بيساعد فلاش إنه يكون بطل خارق. وفي كلام أصلا إن هو اللي هيكون مديله الخاتم بتاع فلاش، يعني المفروض إن هو يكون المدرب بتاعه، لحد لما فلاش طبعا في وسط الضغط اللي هو فيه وافتقاده لأمه وطبعا باباه اللي مسجون، هيبقى عايز يعمل حاجة يغير الواقع اللي هو عايش فيه. وطبعا اللي هيحصل هنا ان هو هيجري وهيعمل الفلاش بوينت. وطبعا بدل ما هنشوف باتمان توماس وين زي ما حصل في الانيميشن، لا انت هنا قدام سيناريو تاني خالص، هنشوف فيه باتمان مايكل كيتن. وطبعا باتمان مايكل كيتن غني عن التعريف، أول ممثل يلعب دور باتمان على الشاشة الكبيرة. وطبعا باتمان مفضل عند ناس كتير، أنا بصراحة مش منهم، ولكن طبعا بحترم باتمان مايكل كيتن لأن ده يعتبر باتمان الوحيد اللي كان جد، لأن اللي اجوا بعده كانوا مهرجين. بالنسبة بقى للي هيحصل بعد كده، طبعا احنا عارفين ان الجنرال زود هيظهر هو والمساعدة بتاعته، والمفروض ان هيحصل مواجهة كبيرة شبه اللي حصلت قبل كده في فيلم مان اوف ستيل، ولكن مش قدام سوبرمان، قدام سوبر جير. وده اللي هيحصل في العالم ده. وطبعا باتمان مايكل كيتن هيحاول يساعد سوبر جير وفلاش بيري آلان ونسخة فلاش اللي موجودة في البوستر، واللي لابس بدلة باتمان مايكل كيتن ولكنه دهنها أحمر. باتمان بين أفليك هيساعدهم إزاي؟ مش بس من خلال البات موبيل اللي هتظهر مرة تانية، لأ كمان من خلال البات وينج اللي هتظهر في الفيلم ده، واللي فيها باتمان هيحاول يساعد سوبر جيرل ضد الجنرال زود. وطبعا في المواجهة دي هنشوف فلاش فيها بيحاول يصلح العالم ده بأي شكل من الأشكال، ولكن من الواضح إن هو هيكمل مع مايكل كيتن ومع سوبر جيرل. والنسخة الجديدة من فلاش في الفيلم ده غالبا هيكون فيلن أو هيكون ريفلس فلاش، لسه محدش عارف، ولكن ده الشكل الأقرب للفيلم اللي احنا هنقضي وقت كتير مع باتمان مايكل كيتن. أما بالنسبة لباتمان بين أفليك فهو هيكون من الماضي زي سوبرمان هنري كافيل. دي النظرية اللي طلعت، وللأسف النظريات بان حقيقية جدا، بغض النظر إن هي نظرية تحبطك من الفيلم وتخوفك منه، ولكن أتمنى إنها ما تبقى صح. وطبعا أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. شارك تحت رأيك في الكومنت لو عايزين نتكلم عن نظريات تانية عن أفلام دي سي اللي جاية. وطبعا ما تنساش إن الأفلام اللي هتنزل في 2023 هي في الأساس كانت تابعة لخطة والتر حمادة اللي كان عايز يدمر عالم دي سي، وحتى لو حصل عليها تعديل أكيد مش هيكون تغيير جذري، وأكيد الأفلام دي هتفضل محتفظة بالجانب السلبي اللي فيها. فأكيد فيلم فلاش كان في حاجات كتيرة بتمهد اللي احنا منشوفش عالم دي سي السينمائي. وطبعا الأخبار اللي طلعت اليومين اللي فاتوا بتأكد كده برضو، ولكن خلينا نستنى وإن شاء الله نسمع أخبار أحسن بالنسبة لعالم دي سي وبالنسبة لفيلم فلاش اللي احنا مستنيينه واللي اتقدم أسبوع. ومش عارف بصراحة ده مفيد بإيه، فيلم اتأجل سنين ويوم ما اتقدم أسبوع. ولكن خلينا نستنى ونشوف إن شاء الله لما ينزل إعلان تاني ينفي كل الكلام ده وينفي النظرية اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة. بس لحد كده أنا خلصت. لو عايز تشوف فيديوهات أكتر وحسيت إن أنت عايز تسمعني مرة تانية، ياريت تنزل تشوف تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام.